ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكوني بخير. عارفه ايه اصعب من التعب؟ انك تكوني تعبانه ومنهاره وفي نفس الوقت انك بتلومي نفسك ان انت اصلا تعبانه، انك تبقي شايفه البيت مقلوب وابنك بيعيط وانت واقفه مش قادره ترفعي ايدك اصلا، وعقلك شغال انه يجلد فيكي قد ايه انت فاشله، انك مهمله مش عارفه تخلصي كل اللي وراكي، وان فلانه بتعرف تعمل كل ده وانت لا. اللحظه دي مش لحظه كسل، دي لحظه انهيار الجهاز العصبي بتاعك لست حاولت ان هي تكون مثاليه في زمن هو اصلا ما بيعرفش يرحم. فالنهارده انا جايه اقول لك ارمي كل الافكار دي واسمعيني. انا اعتزلت حاجه اسمها مثاليه، والنهارده هقول لك ليه احنا بنفشل نغير حياتنا وازاي نطلع من الحفره دي واحنا عايشين. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الوجع اللي ملوش صوت، اتكلمنا عن الحمل الذهني وليه بننسى وليه بنعيط من غير سبب. لو مش شفتوش فلازم ترجعي له لان الفيديو ده هو اصلا الاساس. لكن النهارده احنا هنبدا رحله العوده من اول وجديد، مش هنحط جداول خياليه ولا هنضحك على بعض، احنا هنعمل كده زي كشف حساب. هنتكلم عن نقط القوه بتاعتنا اللي احنا ناسيينها ونقط الضعف اللي احنا مكسوفين منها، وليه كل ما نبدا نظام جديد بنفشل فيه بعد يومين. فالفيديو ده هو المرايه اللي هتشوفي فيها نفسك قبل ما نبدا اي تغيير. اول سبب بيخلينا نقع وهو المثاليه. يعني احنا اتربينا على موضوع الست الكامله، هو الست اللي تخش عندها في اي وقت كده تلاقيه بتنظيف، مستعده ان هي تستقبل اي حد، العيال مؤدبين قوي وعارفه تربي تربيه ايجابيه في ظل طبعا الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. الست اللي بتساعد جوزها في اي حاجه، الست الحلوه اللي محافظه على جسمها وريحتها رافندر كده 24 ساعه. فلما بنحاول ان احنا نقلد الصوره دي طبعا هنفشل، ولما بنفشل بنحس ان في عيوب. فان احنا نعتزل المثاليه دي هي دي اللي انا بقول لك عليها، مش معناه ان احنا نكون همجيين، معناه انك تقبلي ان في ايام هتكون نص نص في حياتك، وايام في حياتك هتكون ضايعه، وايام هتكوني بطله. يعني مثلا انت بتبداي بيومك، انا بعمل كده بكتب جدول، انا هعمل ايه النهارده وكده، لان انا عندي مشكله ان انا بنسى بسرعه بسبب برضه المسؤوليات الكتير، هنتكلم في الحوار ده بعدين. ان انا مثلا هنضف الشقه تنظيفه عميقه، هطبخ النهارده طبخه بس صعبه شويه مثلا مليانه تفاصيل، واهتم باولادي طبعا والمذاكره والحاجات اللي هي الاساسيه في يومنا. واول مثلا ما ابني كان يوقع مثلا اي حاجه على السجاده، الدنيا بتسود في وشي حرفيا، اللي هو لا ده انا كده بقى مش هلحق اعمل كذا لان انا هقوم انضف السجاده دلوقتي. فاليوم بتاعي بيبوظ، والجدول بتاعي ده كله انا برميه بوقفه، وبنام بصراحه مقهوره لان ابسط الحاجات انا ما بقتش ان انا قادره اعرف اعملها. فاللي بيحصل لك ده لانك بشر، البيت ده لازم تقتنعي ان هو بيت مش معمل تحاليل، انا كمان بحاول اقنع نفسي بكده. فانا اعتزلت المثاليه، معناها ان انا هقبل ان السجاده ممكن تفضل مبقعه يومين وعادي، بس عشان عندي حاجات مهمه عايزه اعملها. واللي بقوله لك ده بعد معاناه وابحاث كتير، هو انك لو ما قبلتيش انك تكوني بشر مش آلة، مفيش اي نظام في العالم كله هينجح معاكي. ففي السلسله دي في اجزاء انا عاملاها ازاي نخلص مثلا كل اللي ورانا واحنا مرتاحين واحنا مبسوطين، هدخل معاكم برضه في الجزء ده بعد شويه. طيب احنا عايزين نعرف نقط القوه بتاعتنا ونقط الضعف بتاعتنا، ومش كلنا شبه بعض خالص، ولا اللي بتعرف تعمل كذا بتعرف تعمل كذا، لا كلنا مختلفين وكلنا ظروفنا مختلفه، كلنا نفسياتنا كمان بتكون مختلفه. فعشان نعرف نكتشف النقط القوه بتاعتنا، انت بتكوني فاكره مثلا ان قوتك في انك تعرفي تطبخي صنفين، فلا، انت خليكي عارفه ان قوتك في صبرك، انك بتسمعي مثلا زن ابنك واقفه بتطبخي وفي زن حواليكي وانت مثلا هتموتي وتنامي، كل الحاجات دي مع بعضيها صبرك ده في حد ذاته ده نقط قوه جدا. قوتك في ذكائك، انك بتديري ميزانيه بيت في ظل غلاء فظيع احنا عايشين فيه. قوتك كمان في حنانك، انك بتخلي فيه طفل في حياتك يحس بالامان في اخر اليوم. فمثلا تقدري تكتبي النهارده انا شاطره في كذا وكذا وكذا، حتى لو انا اللي انا شاطره فيه دوت كفايه ان انا اكون متماسكه، ان انا لسه متماسكه لغايه النهارده، دي برضه نقاط قوه. دي بدايه كده انك ترجعي تاني انك تثقي في نفسك. يعني قوتك انك تقدري تمسكي اعصابك، ما تمديش ايدك على ابنك وانتي ضغطك عالي والصداع هياكل دماغك. قوتك انك تعرفي توفري وتعملي اكله حلوه جدا من ما فيش في اخر الشهر. قوتك انك لسه عندك طاقه تقدري تطبطبي على نفسك وعلى جوزك لما يرجع تعبان وانتي اساسا خلصانه ومحتاجه اللي يطبطب عليكي. دي نقط قوه مهمه جدا، بس انتي ما اعتبرتيهاش نجاح لان انتي مستنيه تقدير. يعني انا مثلا بعمل الحاجه ومستنيه تقدير فبلاقيش تقدير، فاذا انا كده مش ناجحه، ده غلط. يعني انت قدري نفسك، يعني اكبر فشل انا وقعت فيه في حياتي اني كنت كل حاجه بعملها مستنيه تقدير من كل اللي حواليا، وكل ما بلاقيش فبقدم اكتر بكتير، وما بلاقيش فيجي لي احباط اكتر واكتر لغايه ما كان خلاص انا كنت على وشك ان انا نفسي هخسر نفسي. لما تهتمي بالحته دي كويس قوي هتعرفي قد ايه انك نضجتي جدا ووصلتي لمرحله مهمه جدا في حياتك، هو ان انت تقدري تقدري نفسك، وعلى فكره دي مش اي حد بيعرف يعملها. كمان لما تلاقي نفسك بتهربي من المسؤوليه، يعني انا مثلا كنت اقعد اقول ايه، انا تعبانه انا مضغوطه، طب انا همسك شويه الموبايل كده اقعد اسكرول ساعتين ثلاثه، وانا طبعا ورايا جبل قد كده انا عايزه اخلصه، بعدها هتقومي بقى تحسي بذنب اكبر. فدي نقطه ضعف تقدري تكتبيها في الناحيه اللي فيها نقطه الضعف بتاعتك. دي نقطه ضعف ان انا عندي ارهاق نفسي جامد جدا وبضطر بيه ان انا اهرب لان انا خايفه من الفشل. فنبتدي نعالج السبب مش العرض. يعني ما تعمليش زيي، انا مثلا كنت يبقى ورايا كذا وكذا وكذا وعندي مشاكل ومضغوطه ونفسيتي زي الزفت، اروح عامله ايه، اولا لا انا عايزه افصل واروح ماسكه التليفون فاصله ساعتين مثلا، الساعتين مثلا العيال فيهم في المدرسه، الساعتين مثلا لو في حد نام فيهم الظهر، بروح عامله كده وفاصله تماما. المشكله بتاعتي اتحلت ما اتحلتش،
انا ارتحت خالص على فكره، ما كنتش ببقى ارتحت لان كنت عارفه ان انا ضيعت وقت في التليفون وضيعت وقت في كل حاجه ومفيش حاجه انا انجزتها، فبالتالي بحس بفشل اكبر من كده بكتير. بصي انت دوري على كل اللي ضغطك وتخلصي منه، او عالجيه، او على الاقل اكتشفي اخره. يعني انا مثلا في شخصيه في حياتي مثلا، لو افترضنا ان هي صاحبتي دي مضطره ان انا اتعامل معاها، فاعمل معاها ايه؟ احط اخر الموضوع. والله ده انا بشوفها مثلا يوم في الاسبوع، خلاص هي ساعه هعصر على نفسي ليمونه وخلاص. مثلا افترضنا مثلا صاحبتك دي قريبتك او اي حاجه شبه كده، فانا هعصر على نفسي ليمونه وخلاص. انا جبت اخر المشكله، مش قاعده بقى بفكر فيها بقيه الاسبوع، لا انا خلاص حطيت لها هي اخر وما اديتهاش حجم اكبر من حجمها. لو مثلا اللي ضغطك ده مهام صغيره بس كتيره جدا، فخصصي لكل حاجه 10 دقائق. انا بقيت بكتب كده، يعني انا هنا هتلاقوني مثلا ابتديت اكتب حاجات كتير قوي قوي. ان انا ابتديت اعمل ايه، اكتب كل الحاجات اللي عندي، حتى لو انت شايف ان هي حاجات عبيطه، يعني مثلا هتعمليها كده كده عمرك ما هتنسي. زي مثلا انا اكتب مثلا هغسل النهارده، وبعد كده اقوم الم الغسيل، ما انساش ان انا المه من على الحبل بالليل لحسن يلم تراب. كل الحاجات دي فعلا بقيت اكتبها، واخصص لكل حاجه عفوا، اخصص لكل حاجه 5 دقايق بتوعها. 5 دقايق بس اخلص فيهم كل حاجه، او 10 دقايق على حسب الحاجه. خلصهم بسرعه جدا، هتحسي ان في ساعه واحده انت فضيتي دماغك تماما. لما بيكون في تفاصيل صغيره بتنسي، يعني مثلا هخش اجيب حاجه مثلا من الاوضه، فتحسي ان دخلت الاوضه انت نسيتي كنت هتعملي ايه، لان كنت بتعملي حاجه تانية. فلا، ما تعمليش كده في نفسك، لان ده اللي كان بيضيعني حرفيا. ولو مثلا اللي ضغطك مشاكل، او جوزك، او حد من قرايبك، او حد من اخواتك، فانك تحلي المشاكل معاهم او تحليها مع نفسك. ان انت زي ما قلت لك انك تجيبي اخر الموضوع، بحيث كل ما عقلك يجي عن المشكله ويقول لا انا حطيت نهايه للموضوع دوت وجبته اخره بالمعنى العام يعني. وانت بقى بتكتبي نقط الضعف بتاعتك. يعني مثلا قلنا هنكتب هنا نقط القوه، هنا هنكتب نقط الضعف. نقط الضعف اللي احنا بنتكلم عليها دي مش عيوب فيكي، لا. يعني انا مثلا ممكن تكون نقطه ضعفي ان انا مشتته باستمرار، ده فعلا انا كموريه مثلا ببدا بحاجه وبنساها او ما بركزش فيها خالص وبعمل كوارث. انت مثلا نقطه ضعفك ممكن تكون في العصبيه، انك مثلا وقت ما بتكوني مضغوطه بتكوني عصبيه جدا. في مثلا نقطه ضعفها هي التسويف، ان هي تكون عايزه تعمل حاجه النهارده تفضل تاجلها لبكره اللي بعده ومش عارفين. لما احنا بنعرف نقطه الضعف بتاعتنا، مش بقى هنجلد نفسنا، لا احنا بنحط حل. يعني لو بتنسي زي حالاتي كده، يبقى لازم نوتس. انا خلاص نوتس على طول هنا، ونوتس على فكره كمان في التليفون. لو انا مثلا بره البيت وفي حاجات انا عايزاها اعملها بره البيت مش هفتكرها طبعا في الشقه، فبعمل النوتس دي جوه البيت جوه التليفون نفسها علشان تبقى معايا وما انساش. لو بتتعصبي لازم يكون في وقت اسمه وقت الصمت بتاعك، انت قاعده ما بتعمليش اي حاجه غير ان انت ساكته. لازم تشوفي فين المشكله وتسرشي عنها في كل حته، ولازم تعالجيها. لانك لو عملتي زيي وكل يوم تاجلي المشكله بتاعتك، هتكبر وهتتملك منك وهتبقى مسيطره على حياتك كلها والله. فلازم تعالجي مشكلتك دي، نصيحه انا بقولها لك من واقع تجربه جدا. وانك تعترفي بضعفك هو ده اول طريق القوه. طيب احنا ليه مثلا بنبدا الحاجه وبنقف في نص الطريق؟ يعني هل احنا عمرنا ما عملنا الحاجات اللي انا بقولها دي؟ طبعا كلنا حاولنا مثلا، وبنبتدي مثلا الخطوات وبعد كده بنلاقي نفسنا مش عارفين نكمل. ايه اللي بيوقفنا؟ يعني مثلا زي الدايت كده، نبدا دايت وبعد كده نبطل. نبدا روتين مثلا ونظام جديد في حياتنا وبرضه نبطل. ليه؟ لان احنا بنبدا بحماس الانفجار، ان هو بنعوز نغير كل حاجه في يوم واحد. واللي بيوقعك هو التوقعات العاليه من نفسك، انك بتبقي عايزه تبقي زوجه حلوه قوي، شيف محترفه جامده جدا، وام خارقه، وفي نفس الاسبوع كل ده يكون بيحصل. مستحيل مستحيل من عاشر المستحيلات. اللي بيوقعك هو ان انت بتكوني مش عامله حساب اليوم اللي هيبوظ مننا. يعني مثلا لما في يوم بيبوظ نقول خلاص بقى كلها باظت وبنوقف كل اللي احنا بنعمله. زي مثلا الدايت، اتعزمتي بره وكلتي بقى بصي خربتي الدنيا، خلاص الدايت مش هيظبط وما تكمليش. وروتين مثلا ظبطتيش فيه يومين، حصل اي حاجه مش عارف ايه، ما عرفتيش تكملي، فخلاص انا مش هكمل في الروتين ده تاني، وبعدين بقى ابتدي تاني من اول وجديد. ده غلط. يعني مثلا انت مثلا قررتي تهتمي بنفسك وتعملي ماسكات وتسرحي شعرك، قمتي لقيتي مثلا شقتك مقلوبه في يوم، فقلتي خلاص بقى ملوش لزوم النهارده، انا هجمل في ايه ولا ايه، ده كفايه شقتي. ده غلط جدا. اللي بيوقعك ان انت رابطه راحتك بنظافه الحيطان. مش لازم كل حاجه تكون صح، يعني انت لو ركزتي على نفسك يبقى خليكي مع نفسك شويه، سيبي اي حاجه تانية. كل حاجه بتعمليها لو ركزتي فيها كويس قوي هتنجحي فيها وتكملي في اللي بعدها. لكن لما تبصي على حياتك بالجمله كده وعايزاها كلها تبقى مثاليه، ده مش هيوصلنا للاسف غير للفشل. لان علميا ونفسيا مستحيل كل حاجه تكون ظابطه من كل اتجاه. فما تقارنيش نفسك بحد، وهقول لك ليه. يعني انا كنت منهاره، وواحده صاحبتي قالت لي بصي يا بختك، انا بلاقيكي يا ماريا دايما مركزه، عندك حاجات كتير قوي في حياتك، على طول بتهزري وبتضحكي ومش عارفه. دي ما كانتش تعرف اي حاجه خالص عن حياتي اساسا. لان انا في نفس الفتره دي انا كنت مكتئبه اكتئاب، بس انا ما بحبش اظهر للناس، فبخرج وبخلص مش عارفه ايه، مش هكئبهم يعني معايا. فده اللي كان بيحصل. هي كانت شايفه ان حياتي ورديه، وان انا قد ايه بعرف اعمل كل حاجه، واني عشان ما اتعصبتش على ابني فانا كده بقيت تمام. هم ما بيبقوش شايفين الحاجه. انا كنت فعلا منهاره، كان عندي مشاكل كتير جدا. كنت بقعد بالليل احاول اتحايل على نفسي ان انا اقدر انام حتى علشان اعرف اكمل تاني يوم، وما كنتش بعرف انام. كان عندي مشاكل كتير قوي. فاللي انت بتشوفيه من الناس والله ما انت شايفه حاجه اصلا من جوه في حياتهم، وده اللي انا اقنعت نفسي بيه. كمان مثلا تيجي تلاقي مثلا يوتيوبر كده تقول لك انا بعمل كذا وكذا وكذا ومظبطه يومي وعملت كذا ومش عارف الله، ده انا مش عارفه اعمل زيها، ده هي شاطره جدا وانا لا. والله ما بيحصل. يعني انا ليا صحابي في نفس المجال بتاع اليوتيوب، والله العظيم ما بيحصل. هم بيقولوا حاجات علشان هم مش هينفع يطلعوا يديكوا كل الطاقه السلبيه بتاعتهم. فكرة بقى ان الدنيا منظمه، وبصي انا عرفت اعمل كذا وعملت 1 2 3 واعملي زي هي بتديكي خطط. مش شرط ان هي كمان تكون ماشيه عليها، هي بتديكي خطط وانتي حاولي تمشي انتي عليها، ما بتبقاش هي كمان ماشيه عليها بالظبط. فصدقيني احنا ما بنبقاش فاشلين ولا حاجه، هي
بتبقى ملكه كده ان انت تبقي عايزه تطلعي للناس افضل صوره عنك، ودي والله ما بتبقاش اصلا موجوده فيكي. يعني مفيش حد بينجح بنسبه 100% طول الوقت. النجاح في بيتك وحياتك انك تنجحي مثلا 60% في كذا، 70% في كذا، و30% مثلا في بقيه الحياه. فلو عملتي 5 مهام من اللي احنا مثلا بنكتبهم كل يوم من اصل 10 مهام، انت كده ناجحه جدا. لو قدرتي تهتمي بنفسك مرتين في الاسبوع بدل 7، انت بطله جدا. بصي الكمال ده لربنا، احنا بنلعب كده في منطقه المتاح والممكن. يعني لو يومك مشي بان انت مثلا عملتي غدا معقول جدا، والعيال خدوا شاور وبس في مواعين شويه في الحوض، انت كده ناجحه بنسبه 70%، انت كده 100. ال 30% دول بقى ضريبه انك انسانه، وانك لازم تقبلي النسبه دي وتعرفي انك تنامي وانت مستريحه، مش وانت حاسه بالفشل. واكتر حاجه كانت بتوقعني وما تخلينيش عندي طاقه هو ان انا ما اقدرش اخلص كل اللي ورايا، او ان انا اعمل غلطات في يومي، زي ان انا مثلا اتعصب على اولادي، او ان انا رديت ردود مش لطيفه مثلا على جوزي، وهكذا. الصوت اللي بيقول لي بقى بعد ما انيمهم ولادي: انت كنتي تقدري تعملي اكتر من كده، شوفي بصي الموضوع بتاعك لسه فيه مواعين، وما تعصبي على العيال، وما عملتيش حاجه النهارده، اتعصبتي عليهم في ايه، كنت مشغوله في ايه. الصوت ده كان بيحرق بنزين عقلي على الفاضي. كنت بنام وانا حاسه ان انا فاشله جدا قوي. كنت بحاول ان انا اتعلم واقول للصوت دوت: لا انا عملت على فكره اللي انا قدرت عليه النهارده، وبكره يوم جديد. احيانا كنت بنجح واحيانا لا. بس خلينا نلف ونقول ان مفيش ناس مثاليه بيتها ناس على طول فله كده، البيت بتاعهم فله. مهما شفنا من ناس او من صحاب او يوتيوبر، صدقوني في جوانب كتير جدا احنا مش شايفينها. فما تقارنيش نفسك ابدا مع اي حد، علشان انت نفسك هتظلمي نفسك اول واحده. فالصوت ده لازم يسكت علشان تقدري تكملي. واسالي نفسك: انا بوضب البيت، بغسل وبكوي علشان انا ارتاح، ولا عشان خايفه من كلام الناس؟ لو بتعملي حاجه علشان المنظر فانت هتتعبي وهتنهاري مدى حياتك. لو بتعمليها بحب لنفسك ولبيتك، طاقتك كلها هتختلف. فحددي الدوافع بتاعتك. التغيير اللي هيحصل ده علشان الناس حاجه مؤقته في حياتك، ولا التغيير ده علشانك انت وانت عايزه تستمري عليه؟ يعني لما بيجيلك ضيوف بتهدي حيلك في التنظيف والطبخ، بتطبي على اخرك، ولما يمشي الضيف دوت بتيجي مثلا تغلي في عيالك بقى، وبتطلعي كل الغلب اللي فيكي عليهم وعلى جوزك. لو انت ده بيحصل معاكي، فانت هنا بتضحي بسلامك النفسي علشان خاطر كلام الناس. ده اول مسمار في نعش سعادتك. ما تعمليش كده. محدش بيشيل جواه لوحده جبل كده زي ما احنا بنعمل. ففي الفيديو الجاي هقولك بالتفصيل ازاي تطلبي دعم من غير خناق من كل الناس اللي حواليكي. بس دلوقتي انا عايزه عقلك يتقبل فكره انك محتاجه مساعده، سواء من زوجك او اختك، او حتى انك تشتري راحتك في اكله جاهزه يوم في الاسبوع. طلب المساعده ده مش ضعف، ده اداره ذكيه منك. يعني مثلا بدل ما تقولي انا تعبانه وتعيطي، ابداي قولي بوضوح: يا فلان انا محتاجه النهارده كذا وكذا وكذا. زي مثلا يعني انك تحمي انت العيال النهارده عشان هاخد دش في هدوء. او شوفي مثلا هو بيعرف يعمل ايه وارميه عليه بكل ادب. في الفيديو الجاي هقولك ازاي تطلبي ده من غير ما تتخانقي مع اللي حواليكي، بس الاول انك تقبلي فكره ان انتي مش سوبر ماما. كمان في الفيديو الجاي هقول لكم ازاي تهتمي بنفسك. ازاي لو انت حتى ما عندكيش وقت تخشي الحمام، ازاي تعرفي تهتمي بنفسك. اثبت لك ان ساعه واحده بس في الاسبوع ممكن تغير شكلك ونفسيتك، حتى لو ما عندكيش امكانيات ماديه. الموضوع مش في الكريمات الغاليه، الموضوع في القرار. قرار انك تستحقي الساعه دي وسط ال 24 ساعه بتاع الكل. الساعه دي مش رفاهيه، دي عمره كده لمكنه جسمك علشان ما تتحرقيش. ففي الجزء الثالث والتاني من السلسله دي هقول لك ازاي تعمليها باقل تكلفه لو ما معكيش فلوس. ولو في يوم وقعتي فيه ما تقوليش انا فاشله، قولي انا تعبانه وان انا محتاجه ارتاح، والنهارده هاخد اجازه من كل حاجه. يا بنات انا عارفه ان الكلام النهارده كان تقيل، وعارفه انك تواجهي مشاكل كتير لوحدك ده بيوجع. انا حاسه بيكي لان انا كمان كنت كده. بس كان لازم نكسر المرايه القديمه دي عشان نشوف نفسنا صح. انت مش لوحدك في المطبخ، ولا انت لوحدك وانت بتعيطي بالليل، ولا لوحدك وانت حاسه ان عمرك بيضيع ما بين الحيطان اللي في الشقه. لا، احنا مش هنفضل كده. عشان كده الفيديو الجاي هي نقطة التحول بتاعتنا. هنتكلم عن الست البرنسيسة، ازاي تمشي بيتك من غير ما تنهجي، ازاي تطلبي دعم من كل اللي حواليكي ويسمعوا كلامك من غير خناق ولا زعل، والاهم ازاي تخلقي وقت لنفسك وتكوني انثى حتى لو بيتك فيه 4 اطفال والصداع ما بيخلص. فجهزوا نفسكم لان احنا هنبطل نكون ضحايا وهنبقى مديرين لحياتنا بجد. فاكتبي دلوقتي في الكومنت جملة واحدة بس، فهو ان انا جاهزة اتغير. وقبل ما تقفلي افتكري دايما انك غالية وتعبك متشاف ونفسك ليها حق عليكي. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.